في مفاجأة من العيار الثقيل، قال الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي كلمته الأخيرة في عرض نادي الهلال لضمه إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بداية من الموسم الرياضي القادم 2023-2024. وميسي البالغ من العمر 35 سنة يرتبط بعقد مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي حتى 30 من يونيو 2023، حيث رفض عرضين للتجديد. وبالتزامن مع اقتراب رحيله عن الفريق الباريسي، تلقى الأسطورة الأرجنتينية عرضا من نادي الهلال مقابل 800 مليون يورو 3 مليارات ريال سعودي في موسمين. وأعلن الإعلامي الرياضي سيف الرخيص المقرب من البيت الأزرق موافقة ليونيل ميسي على عرض النادي الهلالي. وكشف الرخيص في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة تويتر عن أن زيارة ميسي إلى المملكة العربية السعودية خلال الشهر الحالي ستشهد اطلاعه على المنزل وكل الأشياء التي طلب توفيرها له وعائلته في الرياض. ووزير السياحة أحمد الخطيب أكد في وقت سابق على زيارة ليو وكامل عائلته إلى المملكة في الشهر الحالي مارس 2023 كونه سفيرا للسياحة السعودية. وأشار الإعلامي الرياضي إلى أنه بمجرد موافقة الأسطورة الأرجنتينية على كل الأشياء التي طلبها من الهلال والتي تم توفيرها له، سيتم إتمام الصفقة والإعلان عنها بشكل رسمي. جدير بالذكر أن ليونيل ميسي تلقى عروضا من نادي الاتحاد وبرشلونة الإسبانية وإنتر ميامي الأمريكي، بالإضافة إلى عرض الزعيم الهلالي الذي يبدو أنه تفوق في النهاية. في نهاية الفيديو لا تنسوا دعمنا من خلال الاشتراك في القناة ووضع لايك للفيديو.